السلام عليكم دكتور سعد. اليوم غادي نتكلموا على علاش الكينات الحساسيه تجي بالنعاس. تسمعوا بلي الكينات الحساسيه خاصها تخاد بالليل حيت تجي بالنعاس، ولكن علاش؟ الكينات الحساسيه هما الانتي هيستامينز. الهيستامين واحد الماده تيفرزوها الخلايا الالتهابيه من الجسم تيتلاقى مع شي حاجه عندهم منها حساسيه، بحال الغبره، البولين، الشعر الحيوانات، الحوت الى اخره. وهي اللي تدي لنا ديك الحكه الحموريه والانتفاخ. ملي تناخذ الكينات الحساسيه تتمشي لبلاصه الهيستامين، يعني الريسبتور ديالها، وتتبلوكي ما تخليهاش تلصق. بالتالي ملي المريض تيتعرض لشي حاجه عنده منها حساسيه ما تيبانوش عليه الاعراض، ما جاتيش الحكه، ما تيعطش، ما تيحمروش ليه عينيه. جميل. اشكال فين كيف ان هذوك الريسبتورز الهيستامين ما كاينينش غير في الجلد وفي العينين، كاينين حتى في الدماغ، لان الهيستامين ماشي غير وسيط التهابي فقط، بل ايضا ناقل عصبي، يعني نيورو ترانسميتر بحال الدوبامين، سيروتونين، النورابنفرين، وتتلعب دور في اليقظه، في الانتباه وفي التركيز. فملي تناخذ الكينه واحد الجزء قليل تيدوز للدماغ وتيبلوكي دوك الريسبتورز. ملي تيتبلوكاو المستويات ديال اليقظه والتركيز تينقصوا والانسان تيبدا يحس شويه بالنعاس. طيب هادشي تنطبق على الدويات القدام، فيرست جين انتي هيستامينز. خرجت واحد لا جينيراسيون جديده ديال الدويات اللي هي تستعمل بزاف اليوم، اللي ما تدوش بزاف للدماغ، يعني واحد النسبه قليله، وحتى اذا دازت كاين واحد لي بومب تيخرجوهم على برا، فمبقاش المشكل مطروح كيف ما كان قبل. ولينا نقدروا ناخذوا الكينه في اي وقت بلا ما نلاحظوا فرق كبير. شاركوا هذا الفيديو مع الناس اللي عندهم الحساسيه اللي استفدتوا منه، وتابعونا باش يوصلوكم معلومات صحيه كل اسبوع.